انتوا عارفين اي حاجه في الدنيا ناجحه هي بدات من الصفر او من تحت الصفر بشويه. ستاربكس مثلا من اشهر الاماكن اللي انت ممكن تروح تشرب منها قهوه تعدل لك المزاج. ده غير كمان الناس دلوقتي بقت بتحلم ان هي تشتغل زي الناس اللي شغاله في ستاربكس، اللي هم بيروحوا يشربوا القهوه ويفتحوا اللابتوب ويقعدوا يشتغلوا. البراند ده بقى مثال لحاجه الناس عايزه تعملها. الجمدان بقى ان ستاربكس دي كانت عادي، كانت قهوه زي قهوه البشوات اللي انت بتقعد عليها كل يوم انت واصحابك. بلدينا. ولكن ستاربكس دلوقتي حاليا بقت براند عالمي في كل حته. انا احمد سعيد وبتفرج على حلقه جديده من برنامج ايه. عارفين في ناس كتير قوي بتروح دلوقتي ستاربكس وهم مش من محبين القهوه قوي، ولكن فكره بقى انا ايه، انا رحت شربت القهوه بتاعتي الكوفي بتاعتي من ستاربكس. اسم ستاربكس جه منين بقى؟ اجتمع 3 اشخاص وهم جيري بالدوين وجوردن بوكر وزيف سايجل، وقالوا بقى هنفتح قهوه نبيع شويه بن نضاف وعلى قد حالنا كده نمشي الليله. قعدوا كده مع بعض وقعدوا يفكروا هيسموا البراند ده باسم ايه. ساعتها كان في روايه اسمها موبي ديك للكاتب هيرمان ميفل. كان في شخصيه مهمه جدا في الروايه دي اسمها ستاربكس، والشخصيه دي كانت بتحب القهوه جدا، فقالوا ان احنا هنسميها على اسم عشان اي شخص يخش المحل ده فهو اكيد محب للقهوه، زي طبعا شخصيه ستاربكس. الكلام ده كله بقى كان في سنه 1971. اول ما بداوا القهوه دي او فتحوها كان الشعار بتاع ستاربكس بالشكل ده، وبعد كده بدا يتطور بعد 8 سنين لشكل اخر اللي هو ده. فتح فين بقى اول فرع لستاربكس؟ في سوق اسمه بايك لايس في مدينه سياتل في واشنطن. كل ده والمحل كان عادي خالص او القهوه كانت عاديه جدا. القصه بقى بدات تخش في الجد امتى؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. سنه 1981 لما جه شخص اسمه هاورد شولتز، كان شغال قبل كده في شركه بتبيع منتجات بلاستيك، وكان من ضمن المنتجات البلاستيك اللي بيصنعها الفلتر البلاستيك اللي بيتحط في ترمس القهوه من فوق. وهو شغال لفت نظره ان في شركه اسمها ستاربكس بتعمل قهوه على اعلى مستوى وبتهتم قوي وبتدقق في عمايل البن دونا عن باقي المحلات في الوقت ده، وكل ده بتكلفه قليله جدا يا راجل. وساعتها قرر هاورد ان هو يروح ويسافر ويشوف المحل ده بيقول ايه. لقى محل صغير جدا في سوق قديم. راح طبعا لاصحاب ستاربكس وقال لهم قبل اي كلام او نفتح اي كلام ادوني فنجان قهوه اشرب. بعد كده دخل معاهم في الكلام وضرب صحوبيه وقال لهم انا عايز اشتغل مدير التسويق في ستاربكس. وش كده بوسيبل كلوز. هم اصلا ما يعرفوهوش فطبيعي هيرفضوا، ولكن الراجل اصر وقعد يقنع فيهم لفتره واقتنعوا. انت ابن حلال يا دبور. وكانت مهمته الاساسيه ان هو عايز يخلي اسم ستاربكس يشن ويرن في العالم كله. وكمان كان من ضمن الحاجات اللي هو عايز يعملها ان هو عايز يدي للناس القهوه عباره عن حبوب وهم يطحنوها وكمان يشربوها، وكل اللي عليهم ان هم يجيبوا البن ويحمصوه ويدوه للزبون، والزبون بقى يعيش بقى يعمل كل حاجه بنفسه. سنه 1983 راح هاورد لايطاليا، لان ايطاليا ساعتها كانت مشهوره جدا بالقهوه، فراح بقى يشتري يبضع شويه حاجات كده من ايطاليا للمحل. المهم بقى لما راح لقى مشروب المشهور جدا دلوقتي اللي اسمه الاسبريسو، وهو اصلا ما يعرفش ايه ده، يعني اول مره يجربه، بس بعد اول فنجان غير وجهه نظره. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. قال بدل ما نعمل بن ونديه للناس وهم مش عارفين يفرقوا بين انواع القهوه، احنا بقى نعمل لهم القهوه بنكهتنا الخاصه. وفعلا رجع وقعد مع اصحاب الشركه عشان يحاول يقنعهم بالموضوع، وطبعا هو كالعاده ما اقتنعوش. وبعد سنه كامله اقتنعوا اخيرا بالموضوع وقرروا يفتحوا الفرع السادس لستاربكس سنه 1984، ودخلوا اخيرا مكنه الاسبريسو عندهم. وبعد شهرين بس وصل زوار الفرع ل 800 عميل، وده كان بالنسبه لهم رقم كبير جدا. ولكن طبعا للاسف حصل ما بين مدير التسويق واصحاب الشركه خلافات كتير في الفتره دي، وساب الشركه ساعتها. يلا ولا ده محل اكل عيش. وبعد ما ساب الشركه عمل براند خاص بيه للقهوه اسمه ال جورنال، والشركه دي بقى كانت متخصصه لعمل الاسبريسو. ومفاجاه بقى ان بعد سنتين جه هاورد عايز يشتري ستاربكس كلها ب 3 مليون و800 الف دولار. 15000 جنيه. ايه خبر ايه؟ هو طبعا ما كانش لوحده، كان معاه مستثمرين كتير، وده عشان يقدر يشتري كل الفروع وكمان مصنع التحميص. بعد ما اشترى ستاربكس ضم البراند بتاعه مع ستاربكس وبقوا براند واحد اسمه ستاربكس. هاورد كمان كان شاطر جدا في مجال العقارات، وساعتها قرر ان هو يشتري المكان المناسب عشان يقدم فيه الخدمه المميزه اللي هو بيعملها. وكمان كان خبير في مجال الفرانشايز وعرف كويس جدا يحافظ على الاسم التجاري بتاعه. ده غير كمان ان هو دخل اصناف تانية تساعده على بيع القهوه زي الكرواسون والكيك والحاجات اللي هي موجوده في ستاربكس حاليا. وكان حريص جدا ان هو دايما عايز يتوسع ويفتح فروع في كل انحاء العالم عشان يوصل اكتر للناس. ومن خلال تسويقه كويس جدا للشركه وافكاره، ان هو اصلا كان مدير تسويق للشركه دي قبل كده، قدر ان هو يوسع الفروع من الارباح بتاعته لغايه لما وصلنا ان ستاربكس دلوقتي موجوده في جميع انحاء العالم، حوالي 20000 فرع في 84 دوله، وعدد موظفينها وصل لحوالي 383 الف موظف. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ سنة 1992 بقى دخلت ستاربكس بتقولها في البورصة، وعرضت الأسهم بتاعتها في البورصة لغاية لما وصلت حاليا ل 7 مليون شخص بيساهم في ستاربكس. خلينا برضه عارفين إن أول فرع لستاربكس في الشرق الأوسط في المناطق بقى العربية كان في الكويت سنة 1999 لغاية لما وصل دلوقتي ل 500 فرع في الشرق الأوسط. وفي 2018 بقى دخل أول فرع لستاربكس في إيطاليا في ميلان تحديدا. خد بالك إيطاليا هي المكان اللي
هاورد اكتشف فيه موضوع الاسبريسو ده، البلد اللي الناس فيها مهووسين بالقهوه والاسبريسو، وده اللي خلى هاورد بالبراند بتاعه ستاربكس يخش في منافسه عنيفه ما بين البراندات التانية في ايطاليا. واعلنوا برضو ان ستاربكس اللي موجود في ايطاليا هو الاكبر حجما والاجمد او الاجمل شكلا اللي موجود في اوروبا، ودخل تحت فئه ستاربكس الفاخره او اللارجري. لا ده شغل عالي قوي قوي. عم هاورد بقى قال لك ايه؟ لم ناتي ايطاليا لنعلم الايطاليين صنع القهوه، لكن اتينا الى هنا بتواضع واحترام لنعرض ما تعلمناه. انا بغش. وبعد العذاب والمرمطه اللي شافها عمنا هاورد، دخل من ضمن قائمه اكتر او اغنى 400 شخص في امريكا، وكانت مرتبته في وسط ال 400 دول 331. وبس كده، دي كانت من انجح الخطط التسويقيه اللي حصلت مع براند ما. تخيل انت بقى لو انت فتحت قهوه كده بكره تحت البيت عندكم، وبعد كام سنه بقيت براند مشهور. مش ممكن تحصل. بس كده، اتمنى يكون عجبتك الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش بقى اللايك والشير، واكتب لي في كومنت عايز تشوف ايه الحلقه الجايه. اشوفك الحلقه الجايه بين حلقات ايه. لما جه شخص اسمه هاورد شولتلز الاسامي دي زباله.